السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من كلام أهلاوي. طيب، أنا سهل جدا إن أنا أطلع يا ابني أفضل أقول لك وأزعق وأقول لك الأهلي اتظلم وضرب الجزاء، وأطلع زي ترب كده ما طلع في المؤتمر الصحفي وقعد يتكلم على أرضية الملعب السيئة، زي ما يكون يعني حد قال له إن إحنا بنلعب في سويسرا، يعني ما يعرفش يعني ملاعب أفريقيا عاملة إزاي، وبيتريق على ملاعب مصر اللي هي أصلا أنت لما بتروح حتى تلعب مع فرق مش عايزين نذكر اماكن معينه وبتشوف الملاعب عامله ازاي وبتسكت، لان انت عارف كويس قوي ان هي دي الملاعب وهي دي جوده الملاعب، فانت عارف ده كويس قوي. جايب مدير فني تقول له بعد اذنك ما تتكلمش على جوده الملاعب لان هي دي الملاعب عندنا ومش هتتغير، فبعد اذنك مش كل ما نتعثر شويه نطلع نتكلم على الملاعب. طيب، هقول لك رايي يا ابني بمنتهى الصراحه، وده الفهم انا للقانون، ويمكن انا اطلع ما بفهمش حاجه وانت اشطر مني بكتير. الكوره مش ضربة جزاء. اللعيب كان ماشي عادي جدا، ايده في الوضع الطبيعي بتاع ان هو بيتمشى رايحه جايه رايحه جايه، لا وقف لا غير اتجاهه ولا عمل اي حاجه. الكره ما كانتش باينه ليه، فان هو حاول يبعد عنها ولا اي حاجه. تمام، وايده ما اتحركتش بطريقه مفاجاه لما الكره اتلعبت، هو اصلا ايده كانت بتتحرك والكره بتتلعب. ده وجهه نظري. هتقول لي انت ما بتحبش النادي الاهلي، هقول لك صح. تعال احكي لك حكايه كده عزيزي المشاهد، ان انت هتيجي تقول لي، او يعني مش انت هتيجي تقول لي، انت نفس الشخص اللي كنت بتقول لي السنه اللي فاتت ان النادي الاهلي لما انسحب، ورغم ان هم بقوا 3 مش 6 وانت بتحتفل بيه لحد النهارده يا عزيزي، ان انت ادارتك فاهمه القوانين جامد جدا، وقعدت تقول لي قد ايه ده اهم حاجه في الدنيا الانسحاب اللي النادي الاهلي عمله ده عشان حق النادي الاهلي ما يروحش تجاه منظومه الحكام واتحاد الكوره. فبنيجي دلوقتي من اول الموسم ما بنتكلمش حاجه على حاجه غير الحكام، ودلوقتي عمال اشوف بوستس كومنتات نازله عليها لازم النادي الاهلي ينسحب من المسرحيه دي تاني. يا ابني تاني يا زكي تاني، ما بتحرمش، راح لنفس الشارع اللي اتضربت فيه تاني. يا ابني هو احنا مش انسحبنا وجربنا القصه دي من سنه وانسحبنا قدام الزمالك؟ قال يعني كان السبب عشان الحكام؟ هتقول لي يعني احنا كنا خايفين من الزمالك؟ لا، بس انت ادارتك قررت الكلمه اللي انا بقولها لك من يوم ما انا بدات اعمل حلقات، بقول لك ادارتك قررت ان النادي الاهلي مش هيلعب كوره خلاص. كان ماتش، في اكتر ماتش كان ممكن يبقى مهم في الفتره اللي فاتت دي في مباريات النادي الاهلي ماتش الزمالك اللي احنا انسحبنا منه لان نتائجك ما كانتش قد كده قبليها، فكنت محتاج الماتش ده للروح المعنويه. قررت ما تلعبوش ومن ساعتها ما شفناش نور تاني. بنكسب ماتش كده كل ايه فين وفين. هتقولي ما احنا كسبنا الزمالك بعد كده بروح حسين الشحات مش بروح الفريق خالص، وده الكلام اللي انا قلته ساعتها. حسين الشحات كان زي ما بيقولوا كده في الزون بتاعته يومه، فنزل عمل لك الفارق، لعيب واحد اللي عمل لك الفارق. لكن لو هنتكلم على الفريق، انت اصلا الزمالك في اول 10 دقائق في المباراه اللي انت هتقعد تقول لي احنا كسبناها، الزمالك ضيع مثلا 3 اهداف في اول 10 دقائق من المباراه دي. انا حضرتها في الاستاد وانا بقول لك يا ابني بقى، انا بقول لك بقى ارجع اتفرج على المباراه، ما توجعش دماغي وتقعد تقول لي انت بقى ما بتحبش النادي الاهلي وهو اشكالكوا دي اللي بتعمل ايه وما بتعملش ايه. يا سيدي احنا ما لكش دعوه بينا، تمام؟ فتيجي النهارده تقول لي يعني هي اداره النادي الاهلي غلطانه في ايه؟ لا، هي مش غلطانه في حاجه خالص والله العظيم. احنا نشينا وسام ابو علي عشان كان المفروض يمشي لان هو اعترض او ما كانش عايز يلعب وبدا يعمل مشاكل ومش عارف ايه. وعلى فكره انا اثنيت على الاداره ساعتها بالقرار ده وقلت اللي مش عاجبه النادي الاهلي يمشي، ولكن ما مشيناش امام عاشور بكل المشاكل اللي عملها، اللي انتوا هتفضلوا تقولوا ان هي دي اقاويل بتتقال واكاذيب بتتقال على السنه ناس عايزه توقع النادي الاهلي، وده مش حقيقي. يا ابني انت فريقك ماشي بقى عامل زي المصفى، كل الاخبار بقت منشوره. لو بنتكلم على 100 خبر في منه 50 خناقه، في 20 منه صح. تمام، امام عاشور ما راحش، يعني هو ما راحش المعسكر. طب هو ما يعني اتمنع عليه وتعاقب ليه لو هو ده كان كذب وافترى عليه؟ فاحنا بس احنا مش هنمشيه عشان الاداره مش هتطلع تستحمل ان فاهم الزملكاويه يقولوا اصل ده امام عاشور اللي انتوا جبتوه، فسيبنا امام بكل المشاكل اللي بيعملها. جبنا تريزيجيه عشان يبقى كابتن الفريق، تمام، ويرجع روح الكابيتانو اللي احنا مفتقدينها من ساعه ما جه، وهو ما طلعش غير روح. زيزو، هنتكلم على زيزو النهارده.
انا رايي في زيزو من فتره، من ساعه ما جه كصفقه. مش هقول لك بقى الكلام اللي هو مش يعني، او مش هحاول افخم فيه عشان ابان بقى اللي هو احنا جبناه من الزمالك فاحنا مش عايزين الزملكاويه يتريقوا وبتاع، لان انا لسه متكلم على امام عاشور، فيعني مش هيفرق معايا زيزو اكيد. تمام. ولكن زيزو اول ما جه كان فعلا ليه تاثير، ولكن يعني ما هو بجمله بقى الروح اللي النادي الاهلي فيها يعني. تريزيجيه النهارده يا جماعه، وده شيء ممتع جدا. سبحان الله، من يوم ما جه شوف، لسه كنت بتكلم عليه النهارده يا جماعه، ما عملش اي حاجه في الكوره. حتى في اخر المباراه تقريبا بعد ضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش، راح بكوره كده في مثلا 4 من الفريق النادي الاهلي واقف في منطقه الجزاء، راح هو من زاويه شبه مستحيله راح مديها واحده كده، اللي هو انا هفضل انا تريزيجيه. حتى لو شفتوا الحته دي، اللعيبه وقعت على الارض كان هيغمى عليهم من الصدمه ان هو فعلا ما لعبهاش. وتريزيجيه النهارده يا جماعه بجد كل كوره، ما هو بصوا اصل هو ما لعبش كوره ماشي، هتفضل تقول لي تريزيجيه بيجيب اهداف ومش عارف ايه. يا جماعه الحزق لو بيجيب 10% نتيجه انا مش عايزه. احنا ممكن نلعب كوره ونجيب، اقول لك على حاجه، 60%، لكن الحزق بتاع ال 10% ده انا مش عايزه. ليه؟ لان حضرتك تريزيجيه ما زال يبحث عن اللقطه. لان محبين تريزيجيه عادي، ما عنديش اي مشكله، ازعل واتضايق والله العظيم، بص واخبط دماغك في الحيطه. هقول لك ليه. اتفرج على تريزيجيه النهارده. تريزيجيه راح للحكم في كل فرصه ممكن يروح فيها، ونشد الشرطات لحد ما تبقى طالعه على اللوز ان ده اوت لينا، ده فاول لينا، ده انذار لينا، دي ضربه جزاء لينا. ليه؟ ما اصل انا ما عملتش حاجه تانية. تمام. وانا عارف ان السوشيال ميديا بيحب اللقطات دي، الجرينتا، لازم انا ابقى جرينتا كده عشان السوشيال ميديا يحتفل بيا حتى لو انا ما عملتش اي حاجه، عشان انا ما بعرفش اعمل اي حاجه، عشان انا ما زلت عايز العب كناشئ نازل اجري في غيط. انا اسف بقى يعني نازل اجري في غيط. ده مش غلط في الناس اللي شايف ان دي اهانه للتريزيجيه، لا دي مش انا تريزيجيه ماشي، ده وصف حرفي للي تريزيجيه بيعمله في الملعب يا جماعه. ده مش لعب كوره، ولو ليه نتيجه انا مش عايزها. انا كمشجع النادي الاهلي مش عايزها. فهنرجع بقى لضربه الجزاء. انا قلت لك يا ابني دي مش ضربه جزاء، وهتكلمني في حكام ومش حكام. ادارتك انسحبت عشان الحكام، واديك اهو بتتريق على الحكام. يبقى انسحبنا ليه يا حبيبي؟ يبقى احنا عملنا بقى القصه والفيلم ده كله ليه؟ يبقى انت قعدت تدافع وتتريق على الناس اللي اعترضت على الانسحاب ليه؟ ما يا ابني، ما انت لسه بتعترض على الحكام، هتجيبها برضه في الحكام. تقول لي اسامه حسني النهارده طلع في البرنامج في قناه النادي الاهلي بعد المباراه قال لك اصل الحكم ضيع مجهود الفرقه. مجهود ايه؟ ممكن نسال ايه المجهود؟ انت الجون اللي انت جبته جاي بعشوائيه مش طبيعيه. هتقول لي يعني هو سيراميكا اللي جابوا جون ملعوب؟ يعني بغض النظر ان اللعبه اللي هم لعبوها قبل الشوطه اللي جت جون عشان مصطفى قرر ان هو مش عايز يصد الكوره بطريقه طبيعيه جدا ويبقى فيها سنه استعراض. هتقولي لا هو ما كانش قاصد. انا من وجهه نظري لا قاصد، لا قاصد ان هي يبقى فيها سنه استعراض. الكوره دي يا جماعه ما فيهاش خداع ب3 جنيه، دخلت جون ليه؟ عشان هو حضرته حب يعملها باستعراض. مش اول جون نشوفه بالطريقه دي، ومش اول تحليل يتقال ان الحارس بيبقى بيستعرض شويه. الحضري طلع واتكلم. هتقولي الحضري عايز يطلع اي مشكله في النادي الاهلي من ساعه القصص بتاعته مع النادي الاهلي. يا سيدي ماشي، ولكن سيظل تمام وحش افريقيا. حارس وحش افريقيا، ده المسمى فعلا اللي يتقال عليه كده كحارس. قال لك انا كنت اتمنى ان هو يطلع عليها بشكل مظبوط، مش بايد وهنزقه ومش عارف ايه. لا، ما تطلع بايدك الاتنين، الكرة في المتناول، مش محتاجه كل ده. فكرتنا بالاجوان اللي كنا بنتريق فيها على شريف اكرامي. كوره سهله سهله سهله. الاخر انت ما لعبتش كوره، انت بتظل ما بتلعبش كوره. لعيبتك عندها نفس المشاكل. شوف اللعيبه اللي مشيت من عندك اللي بتلعب في سيراميكا النهارده بتلعب احسن من اتقل لعيبه عندك دلوقتي. لعيبه طلع اعارات او بيع، انا مش فارق معايا يعني، بس انا اللي فاهمه ان معظمهم طالع اعارات، او دي المعلومه يعني اللي عندي. بيلعبوا سواء بقى كريم الدبيس، محمد عبد الله، ده انا اسف اعتقد يعني هو اسمه محمد عبد الله انا مش غلطان. ماشي. مين تاني؟
مين تاني؟ سعد سمير اعتقد، صح ولا ايه؟ سعد سمير. هو مش طالع اعاره يعني، سعد سمير انت مشيته. اتفرج والله العظيم. سيراميكا كليوباترا جاله فرصتين في اخر المباراه، في اخر ربع ساعه، اهداف. انت اللي ربنا سترها معاك بانك طلعت بنقطه، مش هم على فكره. تكلمني على احصائيات وتقول لي شفت هم الاحصائيات عامله ازاي واحنا المحاولات عامله ازاي؟ يا ابني ما هو فريق اصلا من ساعه ما جاب الجون وهو بيدافع. يعني هو انت لسه عارف طريقه لعب علي ماهر النهارده الصبح؟ ما انت عارف ان هو هيلعب كده معاك، ما انت عارف ان هو هيلعب اللعبه دي معاك. فتجيب جون بقى مثلا من الاول وتضغط وتجيب جون عشان ما تخلوش هو يضطر يفتح لعب؟ لا انا مش هعمل كده. انا هخليه هو يجيب جون فيلعب لعبه اكتر ما هو بيلعبه اصلا، فالعب 90 دقيقه لعب علي ماهر مش لعب انا. وهنتكلم على ترب، نقول ايه يا جماعه؟ ما احنا لسه اهو بنتكلم يا جماعه. والله العظيم ما مشكله ترب ولا مشكله لعيبه، هي بقت مشكله اداره. اللي انتوا برضه بترجعوا تقولوا لازم يمشوا، ووقت ما بيجوا يمشوا تقولوا مصلحه مين هيجي، زي ما يكون يعني هما بيعملوا ايه. كابتن محمود الخطيب ما قلنا كفايه بقى، كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن ياسين منصور، استاذ ياسين منصور المحترم، يا جماعه مش شغاله، والله ما شغاله. مشوا اللي تمشوه. امام عاشور لازم يمشي اصلا، استمراره كان غلط. وقلتها لكم في وقت ما انتوا كنتوا طالعين بيه السما، وكان اللعيب الوحيد اللي شغال في الفرقه، والوحيد اللي بيجيب اهداف، والوحيد اللي كان ماشي الفرقه. وقلت لكم ساعتها برضه ما كانش مشكله لعيبه، ولكن هو عمل اللي عمله ورجع قال لك انا عايز فلوس. يا ابني يا هتديله يا مش هتديله، مشيه بقى. ما هو قاعد بيعمل لك مشاكل. تريزيجيه، ابوس ايديكوا، تريزيجيه يقعد دكه ما يشم ملعب. تريزيجيه لازم يقعد ما يشمش الملعب. كابتن مش كابتن، على عيني وعلى راسي، ما يشمش الملعب. اي لعيب قصته مش منتهيه نخلصها. كابتن احمد شوبير يطلع لنا من يومين يقول لك اصل ما حدش قعد مع مصطفى واتكلم معاه في تجديد ومش عارف ايه. ده لو يعني انا قريتها تاني، انا ما سمعتهاش من كابتن احمد شوبير، انا قريتها في بوست، تمام؟ فالعودة على الراوي، لو الكلام ده غلط فانا اسف، ولكن انا هتكلم على اللي انا قريته، على تصريحات كابتن احمد شوبير اللي مش منقوله عنه هو. فيطلع لنا مصطفى شوبير النهارده بالاداء ده. بس يا جماعه هو ما فيش حاجه تقال، هيبقى الحال كما هو عليه. انت بنسبه، بص انا اصل هتيجي في الاخر تقول لي احنا وعدينا ومش عارف ايه وبتاع. انت بنسبه ايه؟ 90% مفيش دوري مثلا، وبنسبه 70% مفيش اصلا افريقيا حتى. كان انت بتلعب النهارده السيراميكا، بس عندك بيراميدز، لسه عندك الزمالك. تقول لي احنا بنفوق في الماتشات دي؟ والله اقول لك اتمنى. انا قلت لك الحلقه اللي فاتت انا بقيتش اتفائل باي مباراه للنادي الاهلي، وببقى منتظر التعثر. كفايه حجج يا جماعه، كفايه كلام على التحكيم. فريقك وحش ولازم تعترف ان فريقك وحش. احنا بقينا من اسوأ الفرق اللي كنا بنتريق عليها في الكلام بتاع ال نظريات المؤامره، وان التوجيه بتاع الدوري، واحنا بنتحارب من الدوله. بقينا اوحش من اوحش الناس اللي كنا بنتريق عليهم. بس كده، شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.